الغالي، احنا سالناك سؤال بسيط، تمام؟ سؤال هو الولايات المتحده الجزائريه لماذا فرضت؟ قلت لي الامارات اذا فرضت تاشيره مع حق عندها شيء، على الاقل شيء، في شيء تشوف انه في الامارات، في شغل، في مناصب، في تطور، في اقتصاد، في اشياء ممكن تسافر عبر الزمن. اذا تطلع من 62 في الجزائر تحصل عمرك في 2050 في الامارات. بس الحين السفر عبر الزمن، ان نروح مثلا ورا، الناس تسافر، المغاربه لما يسافرون اوروبا وامريكا، يسافرون عبر الزمن للامام مو للوراء. الا اللي وده يمحي ذنوبه، مثلا وده يمحي ذنوبه ويرجع للماضي عشان ما يعيد نفس الاغلاط، ممكن يسافر الجزائر. سلام الله عليكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى النقر على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلك كل الإشعارات، وشكرا. أسمح عبد المجيد تبون ملك ومحمد السادس رئيس، وش تبغي بعد؟ هو عطاك امتياز. دقيقة اسمح لي تفضل دقيقتين، تفضل فكر مع نفسك. يا مراد، انت وش حبيت بالفيديو هذا؟ حاب يقول لك يا جماعة يمكن عطاك عذر. انا بقاطع اخوي مراد وبقول لك ان يمكن مراد عطاك عذر، يعني عطاك عذر، يمكن تكون امي مثلا مو بعارف، نسامح. انا امي المعذور الانسان اللي ما درس معذور. معذور صح. معذرناك، اعطيناك عذر، التمسنا لاخونا المسلم عذر. صحيح، بارك الله فيك. شوف، انا مانيش تبع اي انسان في العالم هذا، وما يمثلني حتى انسان في العالم هذا، ونمثل الا نفسي فقط. وتبان لي انا اي واحد في العالم هذا يمثل الا نفسه. ما كانش، ماشي معقول اصلا ان الانسان يمثل انسان. انا اعطيك ابعاد واحده اخرى خلاص. لا، الرئيس ديالكم كيمثل غير نفسه. بلاتي اسمح لي بلاتي افريدون بلاتي. واش هذا الرئيس ديالكم كيمثل غير نفسه، ما كيمثلش الجزائر؟ يمثل نفسه والجزائر. اش اللي كاين؟ تمام اسمح لي ما هو السبب وراء فرض الولايات المتحده الجزائريه التاشيره على المغاربه؟ سالنا بلادنا هذه. انا لو كان الامارات مثلا تقول من مدش تاشيره اصلا، انا من الناس واحد ما نعرفش اصلا بلادهم وحرين فيها. يا اخوي الجزائري، بالعكس قول اصلا فخر لنا ان اللي يزور الجزائر يدفع لنا رسوم ويعمل لنا تاشيره، لانه راح يشوف اشياء ما شافهم في حياته. صحيح ولا انا غلطان في الجزائري؟ شوف اشياء ما شفتهم في حياتك. صحيح. فخر للعالم اصلا يزورون الجزائر، خصوصا من اخواننا اهل المغرب، ان يشوفون طقوس في الجزائر ما شافوا في اي وطن عربي. ابو شيخه باش نعطيها لك من الاخر، يعني انا الفخر من الاخر. نعم، الفخر بالنسبه لك انت وبالنسبه لي انا ماشي كيف. ثم انا وياك متضادين في الفكره هذه. صحيح، انا معاه قلبا وقالبا بفكرتك. انا مثلا ما نقدرش نلوم مواطن ولا حتى مواطنين على هم اسمه مواطن. تحب خاطب الرئيس ديريكت، كون شجاع واخرج بوجهك وخاطب الرئيس خلاص. تخاطب في مواطن انت. جمله مفيده اخوي الجيريا. ما فهمت. خاطب الرئيس عشان خاطب الرئيس. خاطب الرئيس تقول فيزا باه يشوف من الغالي. احنا سالناك سؤال بسيط، تمام؟ سؤال هو الولايات المتحده الجزائريه لماذا فرضت؟ قلت لي الامارات اذا فرضت تاشيره مع حق عندها شيء، على الاقل شيء، في شيء تشوف انه في الامارات، في شغل، في مناصب، في تطور، في اقتصاد، في اشياء ممكن تسافر عبر الزمن. اذا تطلع من 62 في الجزائر تحصل عمرك في 2050 في الامارات. بس الحين السفر عبر الزمن، ان نروح مثلا ورا، الناس تسافر، المغاربه لما يسافرون اوروبا وامريكا، يسافرون عبر الزمن للامام مو للوراء. الا اللي وده يمحي ذنوبه، مثلا وده يمحي ذنوبه ويرجع للماضي عشان ما يعيد نفس الاغلاط، ممكن يسافر الجزائر. انا هذه وجهة نظري. انت ماذا عندك لتحميه من المغاربة وتحميه من العالم وتفرض تأشيرة كأنك كوريا الشمالية؟ معليش لو كان جاوبك. كان واحد المثال يقول القط في عينين الام غزال. احنا الجزائريين انا اعرف القط في عين امه، في عيني ذكي. خلاص ما تجيش
السلام عليكم. مو بجايين هم اساسا، حنا نتكلم. انت شفت الحين مغاربه عليه ماسكين طابور عن محروقين. تاشيره، ما عليه حد محروق. طابور عن افرض تاشيره. حكمت التأشيرة والسلام على من يتبع له. شو؟ افرض حكمت التأشيرة واقطع خلاص السلام عليكم. يا ابوي الله يهديك، انت فهمت النقطه ولا انت بس حط يدك على القران عشان يعرف انك فهمت؟ انت قصدك وكانه كاينه حاجه كبيره في الجزائر تخلي الناس انا اعرف تدفع الدول فيه. العظمى، الدول اللي عندها اقتصاد جميل، الدول يا اللي ولدي عندها شيء. بنياس كيما هكا جاسم، واش راح بنياس كيما هكا في الامارات، واش راك حاب انت؟ شو؟ انت حاب تبين لي باللي انت ما كانش في الامارات هكا وما كانش في المغرب هكا وش هكا ما فهمت وش اللي يعني قصدي هكذا لايك ذات. اي هكذا بس لايك وات هكذا ماذا؟ هكذا ماذا؟ اصلا نزيد نفهمك، الجزائر ممكن راي 10 من مثلا 20 من قطر ولا 30. هات شوف الجزائر، شوف عندي لك الجزائر. ما شاء الله شوف تبارك الجزائر، الرحمن، ما شاء شوف الله. الجزائر، شوف. هاي في الجزائر؟ والله الجزائريين مراد راهم يخدموا فيكم هكا على بالكم. المهم ما تخلوهمش يستفزوكم وما تسبوهم، بالعكس انا نشد الفيديو كيما هذا يخدمنا احنا باش الولاد يخدموا ورؤساء الدوائر يخدموا والناس كلها تحاول. La plupart me l'ont dit que c'était un gros problème ici. Habibi, come to Dubai. Je me suis laissé perdre dans des petites ruelles. On n'est pas très loin quand même de la place d'Armes. Hein. Je dirais un petit 15 minutes. Et هذا c'est ça qui me rend فرنسي triste, صحيح، vraiment, فرنسي pour gérer les كيوريك habitants. يعني الزباله في شوارع الجزائر. هذه مدينه واحد جهه في المدينه في الجزائر. هذه هي اللي واحد كيقول لك كاتب تمازم شهداء وكذا، وواحد كاتب ما على باليش واش راهم يكتبوا تحت في التعليقات، تما هكا نفهم باللي يا اخي انتم انت ما فهمت. انا نكلمك على المباشر، فهمت على التعليقات، يعني خليتنا حنا نشرح لك ونوضح لك بكل اللغات وانتبهت انا لك. نقرا في التعليقات. يعني اسمع يقول قال له وين راحت مياه المجاري؟ قال حصلت مجال وين تنفذ. يا ابوي تكلم معانا، حنا كلمناك بجميع اللغات ما فهمتنا على التعليقات. اصلا موضوعك مش منطقي اصلا، انت واش نتكلم معاك موضوع مش منطقي. المنطق ابوي الولايات المتحده الجزائريه فرض التاشيره بحكم انا اعرف الدول القويه هي اللي تفرض تاشيره. الدول اللي اقتصادها قوي تخاف ان من العماله او الناس تيجي تسرق لها شيء، هم يفرضون تاشيره. انت ماذا عندك؟ ماذا يتوفر عندك؟ اذا كان لا يتوفر شيء ما تجيش. يا ما حد جاي اساسا، ما حد جاي، بس انا اقول لك لماذا ما حد جاي. انت ما حد جاي، لازم تفهم انت هذه مش انت ما عندك في العالم. انت عندك الحين في مجمع السياحه كم يجيك من سائح في السنه؟ جاسم انا نقول لك كم يجيك من سائح في السنه؟ كم يجيك؟ اذا كنت اسمع اذا كنت عزيز النفس اخلاقي، دوله فرضت عليك التاشيره ما تروحش. ما حد طلب منك تاشيره. انت عامه العالم الحين العالم كم يجوكم من سياح في السنه؟ معليش لا تسالوا عن ما يجيك اشياء. لا عزيز ولا ذليل، ما حد يجيك. واحد ما يجي حابين الجزائر الجزائريين فقط، هذا ما كان. ما نحلوش بلادنا للناس كل من هب ودب احنا، فهمت؟ لا تفتح الابواب لمن هب ودب يدخل الجزائر، وحابينها الجزائر كيما راهي. شفت برملها ووسخها حابينها. جاسم عندي سؤال. مو بلك لجاسم، سؤال. قداش كاين قاس؟ 600 قاس على بالي 90% مغاربه. يا جماعه الخير يا امريكا ثواني. اول شيء شيخ المدود توفى ولا لا؟ وبعدها سؤال بوشيخه. وريه الكعبه انت هي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا انت تعرف الرسول، كنت تعرف الرسول متى شاد الصلاة شاد الصلاة انت. شوف مدينة بلاتي يا مراد بلاتي يا مراد دير ميوت يا مراد الله يجازيك. كيفاش كنعرف الرسول انا؟ اش كتخربق انت الجيريان؟ اش بعقلك ولا مريض؟ بعقلي. انا اش قلت دابا اش قلت؟ شكون حكى معك اصلا؟ انت ما حكيتش معك. وانت مالك غير كتقفز بوحدك؟ انت مالك كطير من المقله فرفارتك شاعله؟ انت بعد سمعت قالك انت كاع ما سمعت الكلام. جاسم قال لي واش انت ميت ولا حي؟ قلت له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. مالك انت كتفرفر؟ اش ضرك؟ نحكي مع جاسم ما نحكيش معك. وضرب الطم.
ما شاد نحكيش القباح معاك. هذه، شاد القباح عندك تبره واش تهضر مع الهضره هذه. انت انسان دار عاطل. راسك، جمع راسك، دير ميوت، دير ميوت، جمع راسك. ثواني. اذا تحكي مع جاسم كيف معنى انت تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابوي الرسول ابوك ولا شو السالفه؟ البسالات هذه. الله يهديك، اعطيناك مجال نحاول نثقفك، يمكن رحم الله، يمكن يرحمك ربي، يمكن ترجع للطريق المستقيم. انت عرف اطلع نفسك يا ابوي يا ديزاير شكور ما ادري شو، طلع اطلب قسط. كيف اطلعك ما تعرفون تطلبون قسط؟ معليش اسمع راني قاعد. بس اخويا الجيري اصمت شوي رحم الله والدينك يا اخي، عندي عيال صغار انا بسكت. اعوذ بالله، ما اعطيتنا شيء لما طلعت. متناقض انت ونفسك. الشيء الوحيد الجميل اللي سمعناه منك آية الكرسي، وتحلف لي ان رئيس المغرب ما تعرفه. وفي نفس الوقت آية الكرسي، من متى المغرب كان عنده رئيس؟ منو الرئيس الاول؟ منو اول رئيس طالب باستقلال الامم المتحده؟ وهذا خريطه بلاده ما كيعرفها، خريطه بلاده ما يعرفها باش يعرف لك شي حاجه اخرى. معبس المخ هذا يحرق المولوه في هذا النار هذا. لعنة آمون عليكم، استغفر الله. مراد فريد الأطرش الله لا مرحبا. انا بغيت نوريه غير هالرباط باي نايت. هاي واش غادي توري يا مراد ومراد شوف ومراد. نعم ودابا وحنا راه وقع لنا معاهم بحال هذاك اللي كيقرا قل هو الله احد في ظل الحمار. دابا حاشاك راه هذا هو اللي وقع لنا معاهم. بقول لك سيد، شوف الانسان اللي ربع عينه ممكن توريه، اللي تشوف بطيزه ما تقدر توريه شيء. انا بقول لك شيء، شكرا يا فريد. شوف في النسر، في الصقر، وفي الثاني الطير اللي ياكل الدجاج، وش تسمونه في المغرب؟ الرخمه. لا في المغرب عندكم اسم ثاني، واحد ذاك اليوم سواني ابو عامر، ابو عميره، ابو شيء. ابو عميره. ابو عميره. ابو عميره. ابو عميره سوى اتفاقيه هو الصقر. هو الصقر الطير الحر او الصقر سووا اتفاقيه مع بعض. فهو طبعا مثل ما معروف الباز وباز لو قطعت يداه والقرض قرض او صنع من ذهب. فابو عميره وهذا شو اسمه النسر سووا اتفاق انهم يسوون عش واحد مع بعض، عش واحد ويبيضون فيه ويولدون ويسوون عيالهم. فلما الطير الحر حط بيضه والثاني حط بيضه وخلفوا الفراخ. ابو عمير الحيوان مع انه يرعى على الخرق ويحب يحب النفايات يحب النفايات، راح جاب له شو اسمه السداده مال زيت مال الطبخ وماسكه فيها النار، حطها على العش انحرق العش، نزل عليه الطير الحر لما ضربه شي خرم له طيزه، وقال ابو عميره قلبي، قال له يا حمار لو عرفت ان قلبك في طيزك ما كنت عاشرتك اساسا. فهمت انسان قلبه في طيزه وش ودك تنتظر منه؟ ودك يشوف الرباط مثلا، ودك يشوف مراكش، هو ما يشوف الا الاشياء. وده تشوف جيب له فيلم عن الطهاره، جيب له فيلم عن النجاسه، جيب له الازبال يشوفه، جيب له المغرب شيء سلبي على المغرب يشوفه، التطور ما يشوفه، شيء فيه الدعاره هو اول واحد، ما في دعاره ما في جزائري. اكزاكتومون كلام صحيح. ويقول لك التأشيرة شنو نشوفوا الجزائر حنا غير على يعني هذا اللي داروا 7 ساعات مع وزراء الدفاع الى اخره على نتيجة تأشيرة داروا يعني رينيون بالعربية. شنو يعني رينيون؟ الوزراء باش يطلعوا لك بانهم خداو القرار بان تكون تأشيرة على المملكة المغربية. اذا كما قلت شنو غادي نشوفوا الجزائر حنا بغينا نشوفوا غير البلدان الاخرى، شوف دبي، قطر، السعوديه، نجيو المغرب تبارك الله. اذا هما حيت كيطلعوا يعني خصهم يحشموا شويه عاد يتكلموا معنا. نعم مراد انا عندي سؤال لك.
شيخ البدو يا جماعه الخير، دوروا الحوار بينكم عادي، افتحوا المايك، تراني بسوق يا جماعه الخير. بسوق افتحوا المايك مع بعضكم، ما انا ببند المايك. والله انا ابغى اسال مراد عندي سؤال. هل تتوقع مع الايام ممكن يفرضون تاشيره على فرنسا؟ انا نقول لك واحد، يعني اعطوا السؤال الوزير الخارجيه السيد بوريطه، قالوا بان شنو هو ماذا تقول عندما اخذت فرنسا يعني قرار ب يعني منع النصف من التاشيره المغاربه ما باش يمشيو لفرنسا. قالوا انا ما عندي تعقيب، هذا القرار ديالهم كيبقى القرار ديالهم ما كيهمنيش. اذا يمكن نفس الشيء غادي يقول بان الجزائر ما كيهمنيش شنو خداو بالقرار، هو كيهمو القرار المغربي شنو كيخرج. وبالتالي يمكن راك كتعرفوا بان القرارات المغربيه كتكون قرارات بالعقل، والعقل خصو شويه الوقت. عمرنا ولا كناخذوا يعني قرار وحنا على نرفزه ولا على باننا رحنا يعني الراس ديالنا ماشي هو ذاك. في هذه اللحظه راكم عارفين بان الوزير الخارجيه بوريطه راه في الامم المتحده وعنده يعني ملفات، جاب هذا الخرطوش ديال القرار اللي خداو. هما يعني دايرين يعني منعين على حساب لي فرونتيير، يعني الارضيه والجويه والبحريه، وما عقبش على هذا القرار ديالهم. اذا ما بالك بالقرار التاشيره؟ اذا هو يعني كلام في كلام وما كيهمناش بزاف. حنا غير كان هاد الناس اللي كيطلعوا كيقول لك حنا خوا، حنا كنقول لهم واش هي الاخوه؟ الحدود، بارك الله فيك، الحدود مغلوقه يعني في الارضيه وفي الجويه والبحريه. اذا هذه غير حاجه بسيطه. حنا غير كنبغيو نقولوا لهم ما خصناش تقولوا لنا خوا في الاسلام، لحقاش ما عندكم ما عندناش الخوا بيناتكم. اخوي مراد جاني تبليغ، ممكن تروح تفتح بثك نلعب جوله رحم الله وادينك على السريع. اوكي لو تقدر تفتح شيء بسوي لك متابعه، لحظه ثواني. اوكي سامح. متابعه هذه متابعه ثواني. اوكي تمام افتح على السريع رحم الله وادينك. اعذرونا لي في القسط جميعا، ثواني لازم انزل القسط على السريع. الله يلعن ابليسكم يا جماعه. اخواني اخواتي، كنشكر كل واحد وصل لهذا جزء من هذا الفيديو. هذا دليل على ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموا القناه ديالنا بلايك والاشتراك في القناه، وشاركوا الفيديو اذا عجبكم مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا على الكرام المتابعه.